وقفنا في الجزء اللي فات من حكاية تاكومي الكيميائي الشاطر عند ان تاكومي خلاص رايح مع تاجر بيك لقرية بولتوم عشان يستخدم الكيمياء ويتعلمها ويبقى متقنها. وعرفنا في الجزء اللي فات كمان ان تاكومي انتقل لعالم تاني عن طريق الغلط، والاله نولان ادته قدرات انتاجية يقدر يستخدم بيها السحر عشان ينفع الناس. يا ريت لو ما شفتش الجزء اللي فات انزل تحت دلوقتي حالا في الديسكريبشن هتلاقي اللينك موجود. ويلا بينا نبدأ الجزء التاني من حكاية تاكومي. وهم ماشيين بيك علق على قد ايه اهل القرية بيحبوا تاكومي وكأنه واحد من العيلة. حتى الحراس اللي استأجرهم بيك فرقة المغامرين من الدرجة سي ليون فانج اتحمسوا لتاكومي. الفرقة كانت مكونة من هيس المرح، ريال النارية، وبوجر الهادي. وهم مسافرين ريال لاحظت ان تاكومي ماسك شنطته بقوة فسألته ايه اللي جواها يا ترى، ولما قال لها انها ميبل العنكبوتة المروضة بتاعته ريال طلبت تشوفها بحماس. بس ميبل اللي ما كانتش معجبة بحماس ريال ازاي ضربتها براسها في وشها، وده خلى الكل يضحك. في وسط الرحلة مجموعة من الجوبلين هاجموا العربية بينما تاكومي وبيك فضلوا وراه. ليون فانج قفزوا للمعركة وخلصوا على الجوبلين بسرعة، وميبل وهي بتبص من بعيد بدأ انها حبت بوجر واتجاهلت ريال تماما. بعد كده الفرقة جمعت احجار سحرية من الجوبلين قبل ما يكملوا الرحلة. وعلى مدار ال3 ايام الجايين الفرقة قربت من بعض وهم في طريقهم لبولتون. ولما وصلوا ليون فانج راحوا نقابة المغامرين عشان يبلغوا عن نجاح مهمتهم. تاكومي راح معاهم عشان يسجل نفسه كمغامر لان المدينة ما كانش فيها نقابة للكيميائيين، مع انه ما كانش عايز. سجل في النقابة وقدم ميبل كحيوانه الأليف وخد بطاقة هوية. بيك دعا تاكومي لشركته التجارية عشان يناقشوا صفقة بخصوص الجرعات وعرض عليه سعر كبير جدا خلى تاكومي مصدوم. بيك نصحه يستثمر في ورشة مجهزة عشان تدعم إنتاجه، وحتى رتب مع مساعده توماس إنه يوري تاكومي كام حاجة كده. ولما وصلوا اتضح إن العقار عبارة عن ورشة. في الأول تاكومي تردد بس أدرك إن القصر هيكون مثالي لشغله فقرر يشتريه. وهو بيلف في المدينة لاحظ ريحة وحشة في الجو. بيك شرح له إن مجاري المدينة ما تصينتش كويس وما فيهاش أجهزة تنقية سحرية زي المناطق الغنية، ومصمم إنه يساعد. تاكومي استخدم سحره عشان يصنع نظام تواليت حديث متوصل بأجهزة تنقية. وتاني يوم لما بيك زار بيت تاكومي الجديد اتفاجئ بالابتكار ده وأصر إنه يشتري مئات التواليتات دي. تاكومي تردد لأن العملية كانت مرهقة، لكن بيك اقترح إنه يشتري عبد مربوط بسرية عشان يساعده في الإنتاج. بس تاكومي اللي كان رافض مبدأ العبودية بشدة رفض الفكرة تماما. وهو بيفكر في خطواته الجاية بطاقة النقابة بتاعته فجأة اتفعلت وأبلغته إنه لازم يعمل مهمة تأكيد إجبارية. ولما أدرك إنه ممكن ما يكونش عنده وقت يكمل المشروع لوحده، تاكومي وهو متردد فكر تاني في نصيحة بيك. عارف إنه لازم يحمي أسراره وفي نفس الوقت يلتزم بالتزاماته. ومع تحدي جديد قدامه تاكومي جهز نفسه للفصل الجاي من رحلته في المدينة النابضة بالحياة دي. بعد كده بيك خد تاكومي لشركة مولان التجارية الشهيرة اللي معروفة انها اكتر تجار للعبيد في المنطقة. وبينما بيك راح يتفاوض مع صاحب الشركة تاكومي لفت انتباهه الجنينة الجميلة الهادية اللي بره، وهناك شاف جنية مذهلة قاعدة لوحدها. بس اول ما لاحظته قالت له بغيظ انه يمشي. بعد شوية بيك عرف تاكومي على مولان صاحبة الشركة. بيك قال ان تاكومي مهتم انه يشتري عبد بس هو متردد، ومولان سألته ليه متردد يا تاكومي يا حبيبي. فتاكومي قال لها ان في بلده تجارة البشر اتمنعت من زمان والفكرة دي بالنسبة له اخلاقيا غلط. فمولان فهمت تحفظاته بس شرحت له ان نظام العبودية في بلدهم عنده قواعد صارمة. حقوق العبيد محفوظة لحد معين، والاتنين العبد والملك مرتبطين بعقود بتمنع اي حد منهم يأذي التاني بشكل مميت. وكمان مولان شرحت له انواع عقود العبيد: عبيد الديون اللي بيشتغلوا لحد ما يسددوا ديونهم، العقود الدائمة اللي غالبا بتكون للمجرمين او اسرى الحروب، والعقود الغير قانونية اللي بيتفرضوا على الناس بالعافية من اللصوص.
بيك بعد كده اقترح ان عبد حرب هيكون احسن خيار لتاكومي، لانهم ما ينفعش يمشوا من غير اذن سيدهم. ومولان كانت موافقة انها ترتب له ده، بس كانت فضولية تعرف ليه تاكومي عايز كده. فتاكومي شرح لها ان منتج مركز على شغله، بس التزاماته كمغامر وصاحب بيت بتخليه عاجز عن ادارة كل حاجة، فعايز حد يكون ماهر في شغل البيت والقتال، وفي نفس الوقت ما يفضحش اسراره. مولان لما شافت نواياها الصادقة رفضت ان واحد بس يتحمل المسؤوليتين دول، واصرت انه يشتري 2 عبيد. فعرفته على ماريا، بنت صغيرة اتربت كعبدة من وهي طفلة، مدربة على شغل البيت والقراية والكتابة وكمان الحساب. ماريا قالت بثقة انها تقدر تدير قصر لوحدها. فتاكومي اللي انبهر بيها سأل ليه حد زيها ليه ما حدش اشتراها. ماريا وهي محرجة طمنته ان بس بتعمل المهام اللي في عقدها، وبتوتر قالت له انها مش هتعمل اي حاجة خارج شغل البيت. وهنا تاكومي طمنها وقال لها ما تخافيش، انا بس محتاجك تبقى مدبرة للبيت. وبعد ما استقروا على ماريا، مولان قالت له انها حاليا ما عندهاش عبد قتال مناسب، بس ماريا اتكلمت وقالت ان صوفيا الجنية لسه موجودة. ومولان وهي مترددة رفضت اقتراح ماريا وامرتها انها تحضر حاجتها. ولما ماريا مشيت، تاكومي ضغط على مولان بخصوص صوفيا، فهي اعترفت ان صوفيا عبدة حرب، بس شك انها مش هتكون مفيدة قوي. وبنعرف ان صوفيا اسيرة من حرب من اكتر من 50 سنة، وعندها اعاقات جسدية، لعنة بتمنعها من استخدام سحرها، وندوب بتخلي الناس مترددين يشتروها. ومع كده تاكومي اصر انه يقابلها. ولما قابل صوفيا اتفاجئت انه نفس الراجل اللي شافته في الجنينة قبل كده. مولان ساعتها شرحت له عن ماضي صوفيا المأساوي، بس تاكومي من فضوله استخدم مهارة التقييم بتاعته في السر عشان يفحص قدراتها. اكتشف ان مع ان اصاباتها ولعنتها بتحد من قدراتها فعلا، احصائياتها كانت ممتازة، وواثق انه يقدر يساعدها، فقرر انه يشتريها. مولان خلصت العقود وربطت تاكومي بماريا وصوفيا بسحر. الاتنين شكروا تاكومي ووعدوه انهم هينفذوا ادوارهم على اكمل وجه. الكل لما رجعوا البيت، ميبل العنكبوتة العملاقة بتاعت تاكومي استقبلتهم. صوفيا اللي اتخضت كانت هتهاجم ميبل، بس تاكومي هداها وشرح لها ان ميبل مش مضرة. وبعدها ورى ماريا وصوفيا اوضهم الجديدة، وفاجئهم بانهم ليهم اوض خاصة ومعاهم حمام فاخر. الاتنين اتأثروا بلطف تاكومي جدا، لانهم ما كانوش متوقعين معاملة زي دي من سيد. ماريا بعد كده شكرت تاكومي انه اشتراها مع صوفيا، وقالت له ان مولان كانت دايما بترفض تبيع صوفيا في الماضي، وصوفيا كانت لسه حذرة، ولاحظت ان في فجوات في تاريخ تاكومي الشخصي اللي شافته في ملفه اثناء عملية العقد. ورغم كده انضموا ليه على العشاء، وفاجئهم انه هو اللي حضر الاكل بنفسه. ماريا ساعتها حست بالذنب انها ما عملتش شغلها، بس تاكومي طمنها انه بس كان عايز يخلي اول يوم ليهم يوم سهل. تاني يوم تاكومي زار شركة بيك التجارية عشان يستلم طرد غامض ملفوف بورق سحري عالي الجودة. وفي طريق رجوعه وقف عند كنيسة يصلي لنولان الإله اللي بركته. وأثناء الصلاة نولان ظهرت قدامه وشرحت له إنها بتكره إمبراطورية سيدونيا اللي حرفت تعليمها عشان مصلحتهم. نولان حذرت تاكومي إن الحظ الخارق اللي شافه لحد دلوقتي، زي إنه يقابل ناس طيبين ومفيدين، هيبدأ يقل، وهو لازم يبدأ من دلوقتي يعتمد على قراراته بنفسه من هنا ورايح. بعد كده تاكومي رجع البيت واتعثر في ميبل اللي كانت متحمسة انه رجع. ولما صوفيا حاولت تشيل الطرد اللي جابه، تاكومي بسرعة خزنه في صندوق الاغراض بتاعه، وقال انه هيشتغل في الورشة، وطلب انهم ما يقلقوهوش. صوفيا ساعتها شكت فيه بسبب الورق السحر الفاخر، فمشيت وراه، واتفاجئت لما شافته بيغمس سكينة في سم وبيقطع نفسه، مع انه شاف نفسه على طول. لما تاكومي ذكر اسم ماريا بطريقة عادية، صوفيا خافت وافتكرت انه ناوي يأذيها، وحاولت تهاجمه بس وقعت من كتر الارهاق. وساعتها تاكومي فحص حالتها واكتشف انها مرهقة جدا بسبب لعنتها. وبعد مجهود كبير شاف ايدها وطور سحر النور بتاعه، وبعد كده شالها لأوضتها، وباستخدام سحره المطور الجديد رفع اللعنة عنها تماما. ولما صوفيا فاقت حذرت ماريا ان
ان تاكومي خطير، بس ماريا ورتها المراية واتضح انها اتشافت تماما. ولما ادركت صوفيا ان تاكومي رفض لعنتها واجهته، وهو اكد ان الموضوع اخد مجهود كبير جدا منه، بس هو نفذ وعده انه يشفيها. فصوفيا كانت مغمورة بالامتنان، رجعت قدامه واقسمت انها تفضل وفية ليه لحد اخر يوم في حياتها.